السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباب؟ عاملين ايه؟ شايفين بقى الموزة وهي طالعة كده بقى من الفرن، وشايفين الرز، يعني حاجة حلوة جدا. طبعا زي ما انتم شايفين طاجن البامية باللحمة الموزة زي ما انتم شايفين كده. بصوا سخنة طبعا. انا عايزة اقول لكم يعني شكلها خطير جدا وريحتها. الرز بقى بالشعرية شباب يا شباب. عاملاها كده تكات كده وحركات الشيف مصطفى. لو عايزين تعرفوا احنا عاملينها ازاي تابعوا الفيديو للاخر وهنقول لكم على الطريقة. لايك واشتراك واحلى كومنت. بقى مع الفيديو، يلا بينا. شباب عاملين ايه؟ احنا النهارده هنعمل الموزة على طريقتنا. يا رب كلكم تكونوا بخير. النهارده جاي لكم فيديو جديد وطبخه جديده ووصفه جديده. هنعمل طاجن الباميه بالموزه. تمام، اللحمه موزه. عندي هنا قطعتين لحمه موزه كده زي ما انتم شايفينها. تمام، وباميه وصلصه عاملاها في الخلاط يعني مع قرن فلفل، وهنا برضو قرن فلفل مع بصله مفرومه، بصلتين هنا. وهنا بقى عندي التوابل، توم، ملح، فلفل، سكر احطه مع اللحمه، ورق لورا وحبهان وسبع بهارات وكزبره. تمام، هقول لكم بقى خطوه على البوتاجاز بقى كل شغلنا. طبعا دلوقتي حطيت معلقه زبده. تمام، دلوقتي ساحة الشباب. طبعا بعد كده هحط هدخل كده ايه تشريحة. يا شباب انتوا شايفين اول ما نزلت خدت لون. ايوه، اللي هو على الجانب ده. خبره يا مصطفى. ابعد شويه يا مصطفى عشان انا حاسه ان اول ما تحط الموزه كل حاجه هتروح. دلوقتي بقى هحط الموز بتاعتي. طبعا يا شباب دلوقتي ما حطيت الموزه. هبتدي بقى ان هي ايه دلوقتي تاخد لون. يا شباب ما تنسوش اللايك والاشتراك والكومنت. ابتدي بقى ان انا هفضل اقلب فيها كده لحد ما تاخد لون وارجع لكم تاني. وطبعا يا شباب بعد ما ماما قعدت تقلبها لمده 5 دقايق، دلوقتي طبعا قلبناها. بعد كده اقوم حاطه ورق اللورا. تمام، حلو. هحط الحبهان بتاعنا اهو. هحط طبعا اهم حاجه الايه السكر، فلفل اسود. احط بقى ايه حبه توم كده بقى صغننين. الحبه الباقيين دول انا هوريكم هنعمل فيهم ايه بعد كده. طبعا مش هنحط الملح دلوقتي خالص. تمام، بقيت البهارات بقى 7 بهارات والحاجات دي كلها مش دلوقتي. نقعد نقلب. طيب الباقي بقى هنعمل ايه؟ هنعمل الاتي. هنا هنحط ميه سخنه، هنسقيها بميه سخنه. حلو، الميه السخنه. لحد ما نغطيها كده تستوي. خلاص اوكي. لو شايفين منظر الميه وهي بتنزل، لا 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 لا. هنسيبها بقى لحد ما تعال. معلقه سمنه. وحط الرز. وبرده نقلبه تقريبا طبعا عشان ما يعجنش بقى وكده. هحط له ايه تسيبي بقى يا مصطفى؟ ميه ايه؟ شويه كده. طبعا عندنا فعلا هنسقيه ميه سخنه. طبعا كده زي ما انتم شايفين اهي. هبتدي ان انا احط الباميه
كده ايه تشويحه مع اللحمه كده. تمام. بعد كده هنحط بقيه المكونات بتاعتنا اللي هي الثوم والكزبره وكل البهارات بقى والملح وكده وكله. تمام. طبعا انا هسيبها كده على النار شويه كده تتسبك. وحطيت دلوقتي انا في الفرن حطيت انا في الفرن الطاجن اللي هنحط فيه الباميه، بسخنه لازم يكون سخن قبل ما احط عليه اللحمه بالباميه. تمام. هرجع لكم تاني. شايفين اهي شكلها في الحله. هبتدي ان انا احطها في الطاجن اللي قلت لكم عليه، انا سخنته كويس جدا، وهحط فيه الباميه وهدخلها بعد كده تحت الشوايه. هقيد عليها شويه الفرن بعد كده والشوايه برده ونقدمها بقى. دلوقتي يا شباب خلصت الاكله. شايفين بقى الاكله الخطيره هي خلصت الحمد لله. باميه سخنه، الرز اخر لذاذة، وكام رغيف الفرن طازه. الف هنا. طبعا انا قعدتها شويه في الفرن تحت الشوايه والف هنا. شكرا جدا لمتابعتكم. شايفين طاجن الباميه باللحمه الموزه زي ما انتم شايفين كده. بصوا سخنه طبعا. عايزه اقول لكم يعني شكلها خطير جدا وريحتها. الرز بقى بالشعريه عاملاها كده تكات كده وحركات الشيف مصطفى. لو عايزين تعرفوا احنا عاملينها ازاي تابعوا الفيديو للاخر وهنقول لكم على الطريقه. لايك واشتراك واحلى كومنت.